بعد الفيديو ده اوعدكم مش هتشتروا بانيه الشركات من بره تاني، هنعمله بطريقة اقتصادية مقرمش وبلون ذهبي وكفر متماسك واوفر واحلى من الجاهز، وطبعا طريقة التفريز الصح للشهور ويطلع كأنه فريش. تعالوا نشوف الطريقة. هنحتاج كيلو من الصدور الفراخ، تقدروا تشتغلوا على الكمية اللي انتوا عاوزينها. اغسله واصفيه كويس واقطعه وافرمه في الكبة ناعم كويس جدا، وناخد بالنا لو في اي عروق نشيلها. هحتاج لكيلو الصدور المخلية كوباية من البقسماط، بس انا مش هشتغل هنا على البقسماط الجاهز. انا هجيب العيش الفينو بتاعنا ونشيل القشرة بتاعته الخارجية ونطحنه كويس قوي وناخد منه كوباية للكيلو. الكيلو برضو هياخد كيس من الفيجيتاري الجاهز اللي عند العطار. لو مش عندك اعملي بقى زي انا ما عملت، معلقة من بودرة الثوم، بودرة البصل، مرقة الفراخ البودر، فلفل اسمر والشطة والبابريكا، ونظبط الملح وناخد بالنا ان مرقة الدجاج بيكون فيها ملح. اول اضافة حلوة هنا جدا معلقة كبيرة من نشا. استخدمت نشا تاج الملوك، هتخلي القوام متماسك عندي وما تفكش مني وقت القلي. كمان هاخد نص معلقة من بيكنج باودر تاج الملوك، برضو هيخليها خفيفة وهشة ومش مكتومة. هقلب المكونات مع بعضيها وهضيفها على الصدور المفرومة. ارجعها تاني الكبة تتفرم كويس قوي، اقدر اشكلها بسهولة. تعالوا بعد كده نقول على الكفر الخارجي والبقسماط اللي انا بستخدمه. ده كريسبي دجاج موجود عند العطار، لو هتستخدموه كده مش هيكون احسن حاجة. لازم تفرموه في الكبة كويس يكون ناعم، وتضيفوا عليه نفس التوابل او تستخدموا النوع المفضل ليكم. وهتضيفوا عليه نفس التوابل اللي ضفتها على الصدور المفرومة. اخلي جنبي مية علشان تسهل عليا التشكيل. هبل ايدي ميه كأني بشكل كفتة بالظبط، وبعدين اضغط بسمك سنتي واحد مش اكتر من كده، هتتشكل بسهولة. شكلوا كمية كلها، وبعد ما تخلصوها بعد كده هتاخدوها تحطوها في المية اللي جنبينا دي، وبعد كده على البقسماط الناعم سواء الكريسبي الاصفر ده اللي من العطار او اي نوع تاني استخدمتوه. الطريقة اللي تعجبكم اشتغلوا بيها. خلصوا بقى الكمية كلها. لو هتقلوا على طول هتحطوه في التلاجة نص ساعة وبعد كده تقلوا. طب لو هنفرز زي ما اتعودنا هنغطيه كده بالبلاستيك راب. بعد ما البانيه قعد في الفريزر ساعة اقدر ان انا بقى افرزه بسهولة جدا من غير ما يلزق في بعض. طب التسوية ازاي؟ لو انا هفرزه لو قعد شهور هطلعه من غير ما استنى يفك على زيت سخن تماما واقليه. لو انا هقلي على طول بقى زيت يكون سخن كويس جدا، وبعد كده خلي الحرارة وسط وما تملوش الطاسة قوي، وما تستنوش لحد ما كل طبقة تاخد لون. يعني حاولوا قلبوا فيه كده لحد ما كله ياخد لون واحد. اللون الذهبي والكفر متماسك وشكله احلى من الجاهز، كله مقرمش جدا. مع الصوص الحلو ده معلقة مايونيز، كاتشب، مستردة، مع تشيلي فليكس يعني شطة مجروشة، وبس كده. شايفين من جوه جميلة جدا. زي ما كتير قالولي عايزين سندوتشات ما بين اوقات التمرين او الدروس تبقى حلوة جدا. جربوها وانا متأكدة الطريقة دي هتعجبكم، مش هتشتروا بانيه الشركات من بره تاني. استنى رأيكم في كومنت جميل زيكم، وصحتين وهنا يا رب.